يا رحاب يا اختي، نخلة بنت التوم عرست، نخلة قاعدة هسه. عاد يا فطومة والله الحلة دي يومي نسمع علينا عقد وحنا عروس. الحرب دي يا اختي والله جيهت ناس وعذبت ناس. يا كافي البلا، لا قبالة ولا بعديها عرسنا، هرب السقم يا اختي. وانت يا اختي زورك ده بقى جدي ولا شنو؟ العرس بقى شغل مخارجات ساكت، البنات بعرسوا ب 200,000 بس. أحيي يا فطومة، أنا لو جاني ب3 جنيه أنا بعرسه. هي يا اختي ماشي اظبط العريس، قصدي قميص للحفلة. يا رحاب الخلت قلبي عذاب. لا لا يا حبيبي، انا منتظرك بفارغ الشوق عشان تعرفي البي، ولما اشوفك قلبي بكورك وب علي وحي. استعجل يا حبيبه. سلام يا أعتقد يا بلا ويا تاج يا فرفور مبسوط جدا بهذه الحرب. لا يا فلسفة، راسك دم طوفي. الحرب اللعينة الفقر دي باصطاد فوق شنو دول؟ باصطاه والعطلة وقعاد الضللة. لا 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 لا، الحرب دي قربت المسافات، طيبت القلوب، وعلمت الناس الصبر والرضا بالمكتوب وروح التكاتف. فلسفة، تكاتف شنو بتقول عنه ده؟ تكاتف شنو؟ الناس بتاكل في بعض وبتنهج بعض وتنكر بعض وزيط في بعض. زيد شنو يا فرفور؟ زيك يا رحوبه. يا رحوبه انا من شفتك تاني من الغرام ما فيش توبه. انت يا رحوبه ابوك كده معلومه داري فيك اللجام. هاي يا شلاقة، أبوي ده لو فك اللجام أمي بتدبر لك. يا زول هاي انت بس شكلك ما بتعرفين ان احنا اللي شاوس. يا جماعة أخوي جا. ما قلت الأشاوس معرض مالك؟ شفتي بس طلطفه ما داير زولي يا شلاقة، اوه سيد لبط. ما تخش في الموضوع يا صاحبي، شايفك عامل من اليات يا اخي. انا ما كشفتك مجكك مع سمخايتي يا صاحبي. يا لبط انت ما تفهمني غلط. يعني هي كانت بتسالني منك وكده، وانا في الحقيقه لما سالتني منك يعني قلت لها والله ما لقيت من الصباح. يا اخي معقولة يا اخي، ما مرقت من البيت وانا قاعد يا مان. بطل الحنق الوسخان مالك. انت عارف يمكن قايل لك نسخه، البلد اتملت نسخ. نسخة يا شلاقة يا اخي، معقولة نسخة؟ قال يا اخي انت قايلنا انا ذكاء اصطناعي ولا شو؟ كانت راسطات الناس الواقفة قنا، انتوا طبعا عارفين الحرب دي دولت وطولت، والبنات ديل مساكين يا اخي دايرات العرس. البنات ديل قطرهم فات وعدادهم صفر. ده مكانات البيصة شنو؟ بعد الحلف قصدي الدبل. هي يا ولدات هي خلاكم حبوباتكم دول ما تنسون. ضحكة ونص وجعة، الاسم جه من فرحتنا في بلدنا رغم وجعتنا. حاولنا نطرح قضايانا بشكل مختلف، قلنا في كل مرة نتناول قضية، في كل حلقة يكون في ضحكة لكن نص وجع. محتوانا بسيط، إنتاجنا كان إنتاج شخصي، تعبنا وكترنا شقينا عشان نحاول نقدم شي بسيط في رمضان ونحن من داخل كرري أرض الصمود، أرض الانتصارات، فرقت ليالي الكوميديا ضحكة في الزمن الصعب.